بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. خدمة خاصة جدا بمتابعين قناة الإعلامي وافي عرفة، قناة الأهلاوية وهي هدافين الدوري المصري لحظة بلحظة حتى الآن. صلي على الرسول وندخل في ترتيب الهدافين على طول. يأتي في المركز الأول حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 10 أهداف، وأظهر اللاعب قدرات تهديفية رائعة. وحسام أشرف معار من نادي الزمالك لنادي بلدية المحلة، وقد استقرت إدارة نادي الزمالك على عودته لصفوف الفريق الموسم القادم. وفي المركز الثاني الداهية مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري برصيد 9 أهداف، وهو هداف المنتخب الأنجولي. وهناك بعض الأخبار عن تفاوض النادي الأهلي مع اللاعب، وكل الكواليس موجودة في الفيديو الخاص بالصفقة دي على قناة الأهلاوية. ثالث لاعب في الترتيب هو لاعب أحمد بالحاج لاعب نادي سيراميكا كليوباترا برصيد 8 أهداف. رابع لاعب في الترتيب هو اللاعب مصطفى زيكو لاعب نادي زد اف سي برصيد 7 أهداف، وهذا اللاعب أيضا على رادار إدارة النادي الأهلي. ومن المعروف مدى العلاقة الجيدة بين إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي زد اف. ويأتي في المركز الرابع مقرر اللاعب محمد سالم لاعب المقاولون العرب برصيد 7 أهداف. وفي المركز السادس اللاعب فخر الدين بن يوسف لاعب نادي المصري البورسعيدي برصيد 5 أهداف. وبنفس الرصيد 5 أهداف في المركز السادس مقرر اللاعب ميدو جابر لاعب النصر البورسعيدي أيضا. وفي المركز السادس مقرر بنفس رصيد الأهداف 5 أهداف يأتي اللاعب كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي. ثم يأتي وفي نفس المركز السادس مقرر اللاعب ياور أنور لاعب نادي البنك الأهلي بنفس الرصيد 5 أهداف. وكل من فادي فريد لاعب نادي سموحة وأحمد قندوسي المعار من الأهلي لسيراميكا كليوباترا بنفس الرصيد 5 أهداف. وفي نفس الترتيب السادس مقرر. ولم يظهر أي من نجوم الأهلي ضمن قائمة هداف الدوري بسبب وجود عدد كبير من المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، وعندما يتم استكمالها نتمنى أن نرى نجوم الأهلي من المنافسين في تلك القائمة، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل مهاجمي النادي الأهلي. يا ريت تعمل لايك وانت ماشي على الماشي، والسلام عليكم.